اللهم اجعلنا على صلاتنا دائمين ولأركانها مقيمين وفي ذكرها خاشعين ولأوقاتها حافظين. اجعل الصلاة راحة لأبداننا وأمانا لأرواحنا وسكينة لأنفسنا ونجاة في قبورنا يا مجيب الدعاء يا مجيب الرجاء تقبل. ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين؟ يا رب تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. يا رب يومكم كده يبقى مليء بالهنا والسعادة. وهنبدأ يومنا كالعادة بالصلاة على النبي. هنصلي كده على النبي كده ونستغفر ونشوف ورانا ايه. وهنبدأ يومنا كده بفطار بسيط، اي حاجة عندك افطري بيها كده علشان تبقي كلك طاقة ايجابية وكلك باور كده وتقدري تخلصي كل اللي وراكي. يلا بينا كده نشوف فطارنا عبارة عن ايه. والنهاردة كده عندنا روتين كله حماس وكله طاقة ايجابية. هتقومي كده تتنشطي وتخلصي كل اللي وراكي. قبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسينيش بقى باشتراك كده حلو منك ولايك وكومنت كده جميل علشان يشجعني ويديني طاقة ايجابية ويساعدني ان انا كل يوم انزلك كل يوم فيديو. طلعت كده قطعتين من الكيك دي عاملينها مع بعض في الفيديو اللي فات. للناس الجديدة اللي ما تعرفش الكيك دي انا عملتها ازاي، ادخلي كده على اخر فيديو وهتعرفي طريقة الكيك دي جبارة، طعمها حلوة قوي وهشة وجميلة. وعملت كده جنب طبق الكيك اللذيذ كوبايتين شاي كده يفتحوا النفس، واخدتهم كده وفطرت انا وجوزي، وكان احلى فطار في الدنيا علشان الفطار معمول بحب وسعادة، مش بنكد وهم وغم وكل الكلام ده. طبعا بعد الفطار الجميل ده ورايا شغل كتير النهارده. عايزه اقولك الكيكه كانت جباره، هشه وجميله ولونها حلوه قوي وعجبت جوزي قوي. طبعا حابه اقول لكم تدخلوا كده على اخر فيديو وتعتمدوا الطريقه بتاعتي، هتبقى ناجحه معاكم من اول مره. دخلت على دولاب الخزين كان فيه كارثه، كان فيه بلاوي. الدولاب ده ليه فترة كبيرة قوي ما اتنضفتش، زي ما انتوا عارفين ان انا كنت حامل والحمد لله ربنا قومني بالسلامة، فما كنتش بقدر اعمل حاجة. اغلبية الحاجات اللي انتوا شايفينها دي هرميها في الباسكت لان اغلبيتها منتهية الصلاحية، علشان ليها فترة طويلة قوي اكتر من 9 شهور واكتر كمان يعني، فخلاص مش هعرف استخدمها تاني. عايزه اقولك حاجه، اهم حاجه تبقي من الستات البيوت الشاطره اللي بتبقى ايديها في الحاجه دايما، يعني مش بتسيب شقتها لحد ما تكركب خالص وبعدين تقوم تعملها وبعدين تقول ايه ده انا تعبت انا مش قادره انظف البيت ليه بيكركب. البيت لازم دايما تبقى ايدك فيه، يعني كل يوم في حاجات اساسيه ما ينفعش نتغاضى عنها، زي مثلا تعديل الملايه، تطبقي البطاطين، مثلا لو عندك حاجه مثلا الاطفال دلقوها على الارض تتكنس وتتمسح في نفس الوقت علشان البيت ما يبقاش مبهدل. طبعا المواعين دي حاجة اساسية لازم نعملها كل يوم. مثلا الترابيزات مكان الاكل، الحاجات دي حاجات اساسية لازم نعملها يوميا علشان البيت ما يبقاش مكركب، وعلشان ما نتعبش ونفضل مثلا بالخمس ايام سايبين البيت كله يضرب يقلب، وبالذات البيوت اللي فيها اطفال. فالبيوت اللي فيها اطفال لازم يوميا تتكنس، يعني مش هقول يوميا، المكان اللي بتبقى قاعدة فيه طبعا دايما هيبقى مش نظيف علشان الاطفال. الطفل لما بياكل حاجة بيدلق على الارض، فدايما لازم نكنس. ممكن الطفل بتاعك يدلق حاجة على الارض، فكل ده لازم نعمله. فهو ده كل ده بيوفر لنا وقت ويوفر لنا مجهود، ودايما لما ايدينا بتبقى في الحاجة دايما بتبقى نظيفة، وساعة التنظيف يعني ما بتاخدش مننا وقت ولا مجهود ولا تعب. زي ما انتوا شفتوا انا رميت كل حاجة كانت منتهية الصلاحية او كان فيها عفرة، فقلت لا كده خليني في الحاجات اللي ضامنه ان هي كويسة معايا. كان عندي كيس من الكريم الشانتيه وكان عندي كيس من النشا، بدأت كده احطهم في برطمانات علشان ارجعهم في الضرفة وهم نضاف.
كنت فاكرة ان الخميرة دي كانت يعني ما انتهتش الصلاحية، بس للأسف لقيت النهاردة كان اخر يوم ليها في الصلاحية. فطبعا انا هرميها لان صحتنا بالدنيا، حتى لو الدنيا غالية او الحال غالي اكيد انا مش هغامر بصحتي علشان 10 جنيه ولا حتى على كنوز الدنيا. بعد كده ما استتفتهم ورتبتهم كنت فاكراهم انهم مش منتهية الصلاحية، بس في الاخر اكتشفت في اخر كيس ويلا بقى كده راحوا الحال سبيلهم في الباسكت. عايزة اقول لكم العسل الجلوكوز ده تحفة جدا، هنستخدمه في الشربات سواء كان في شربات كنافة او في اي نوع من الشربات. ما بيخليش الشربات يسكر ابدا، بيبقى آه، معلش كده شكل كده داخله على دور برد جامد. ربنا يستر كده، انا باخد الشتاء كله كحه وتعب، يعني كحه ودور برد ودايما تعبانه في الشتاء. وبالرغم كده انا من الناس اللي بتعشق الشتاء وما بتحبش الصيف. نرجع كده زي ما قلت لكم ان عسل الجلوكوز ده تحفه جدا في الشربات، ما بيخليش الحاجه تسكر، وفي نفس الوقت مش غالي. البرطمان عامل 25 جنيه، ممكن تشتريه من اي عطار او من اي سوبر ماركت. علبة التلاجة دي بحط فيها كل البواقي الخزين اللي عندي، فكانت متبهدلة وكانت متطربة. قلت كده همسكها واغسلها واظبطها واروقها وارجع الضرفة بتاعتي نظيفة. لو انا ايدي في كل يوم، يعني لو كل يوم بروق على الضرفة او كل شهر مثلا بشتري الخزين، قبل ما اشتري الخزين بنضفها والمعها، بس مش هتبقى بالمنظر الوحش ده. بس زي ما انتوا عارفين ان فترة الحمل بتبقى اصعب فترة كده على الام، بس الحمد لله وبعديها كده بيجيلك احلى فرحة في الدنيا، فرحة ابنك او فرحة بنتك. الحمد لله. للناس اللي متعرفنيش انا اسمي ايمان ومعايا ولد وبنت. ربنا رزقني اخر طفل ليا كان بمحمد، ربنا كده يجعله سند ليا في الدنيا يا رب. اخر ضرفة بقى دي كان فيها الاكياس المتبقية بقى من خزين الشهر. قبل ما بشتري خزين شهر 11 ببص في خزين شهر 10 وبشوف ايه الحاجات اللي موجودة عندي وايه الحاجات اللي مش موجودة. بمعنى صح كده بجيب ورقة وقلم وبعمل جرد لكل الخزين، بشوف عندي قد ايه كيس مكرونة ورز وشعرية، وبشوف ايه الحاجات اللي جبتها الشهر اللي فات مش هجيبها الشهر ده. مش لازم كل حاجة طبعا نجيبها في شهر واحد، بحب انوع. مثلا يعني الشهر ده اشتريت لسان عصفور، الشهر اللي جاي مثلا ما اشتريش، مثلا اكتفي ان انا هقضي الشهر ده بشوربة الخضار. المنظمات دي تحفة حلوة قوي قوي قوي، بتلملك كل حاجة عندك، ما بتخليش الظرف بتاعة الخزين مكركبة، او مثلا تبقي فاتحة كيس ومدلوق نصه في الضرفة ولا اي حاجة. انا كنت دول مشتريهم من فترة كبيرة، يعني قبل مولد، يعني ليهم اكتر من 9 شهور. بس الحمد لله لما ربنا عداني الصحة بدأت كده آه، افضي بقى الاكياس. حلوة قوي قوي قوي، انا مش فاكرة سعرهم، انا ما عنديش غير 4، وبإذن الله لما انزل هبدأ اشتري. طبعا انا مش هقدر اشتري مرة واحدة، فكل ما انزل هبدأ اشتري حاجة علشان ما اهلكش نفسي او ما اضربش مصروف البيت. طبعا لو انتي ما عندكيش المنظمات دي ممكن توفري كل اسبوع 10 جنيه، او كل شهر مثلا على قد ما تقدري توفري من مصروف البيت. وكل ما تحوشي مبلغ كده من الفلوس هتبداي كده تشتري الحاجات اللي انت محتاجاها، سواء كان منظمات. طبعا مفيش حد هيقدر كده ينزل يشتريهم كلهم مرة واحدة، لان الميزانية معاكي هتضرب لاخر الشهر. وفي نفس الوقت لما بنشتري واحدة واحدة، يعني مثلا كل ما تنزلي تشتري منظم مرة 2 مرة 3، هتلاقي نفسك كده في الاخر عندك كمية منظمات حلوة قوي، كل حاجتك معمولة كده في منظمات، ومش واخدة معاكي مساحة، وفي نفس الوقت مش متبهدلة. وكمان يعني ايه، ما حسناش بالفلوس اللي احنا اشترينا بيها. المنظمات دي نعمة من نعم ربنا. اول مرة احس كده ان المنظمات دي كانت فايتاني قوي، يعني ازاي انا ما كانش عندي منظمات. بس الحمد لله زي ما انتم شايفين عندي الاكياس بتاعت الدقيق، كان فيه كل كيس فيه حبة. تخيلوا بقى، كنت ما اروح اجيب حبة من الدقيق يبدأ يدلق مني في الارض. فالمنظمات دي حلوة جدا، وسعرها اعتقد انه يعني لما اشتريتهم ما كانش غالي.
وكان عندي بقى ايه، قلت بالمرة كده افضي تمنة الشاي في العلبة. انا كده عرفت ايه الحاجات اللي ناقصاني. ناقصني مثلا السكر، ناقصني مثلا الكيسين لسان عصفور. مش هشتري رز ولا شعرية ولا مكرونة، ممكن اشتري كيسين مكرونة اللي هو القلم، عشان لو عملت مكرونة بشاميل بس. انا طبعا الخزين ده هيقضيني لاخر الشهر. زي ما انتوا عارفين احنا فردين، انا وجوزي وبنتي، معايا بنتي سنة ونص، يعتبر دي ما بتاكلش حاجة اصلا. حاجة تاني، عندي علبة التلاجة دي، ببدأ أضيف فيها كل الخزين المتبقي. وطبعا لو في أكياس متبقي فيها حاجة ببدأ ألفها رول كده، وابدأ أحطها في العلبة. وأول حاجة بستخدمها هي الأكياس اللي متبقي فيها، سواء كان رز أو مكرونة أو شعرية أو الحاجات دي. وهبدأ كده أغطيها وأشيلها في ظرفة الدولاب، وكده يبقى عندي الخزين موجود. وانا عرفت طبعا قبل ما انزل ايه اللي عندي وايه اللي مش عندي. زي ما اتعودنا قلنا هنعمل جرد للحاجة قبل ما ننزل، ونجيب ورقة وقلم كده وتشوفي ايه الحاجات المتوفرة عندك وايه الحاجات اللي ناقصة، علشان لما تنزلي السوبر ماركت ما تجيبيش الحاجة او تكرري الحاجة تانية، لان احنا في غلا صعب والدنيا غالية كلها والحال غالي. فنحاول نوفر على قد ما نقدر، وربنا كده يحسن ما بين ايديا وما بين ايديكم باذن الله. زي ما انتم شايفين الضرفه نورت. طبعا التنظيم حلو، والمنظمات دي بتديكي واسع وتديكي مساحه، وتديكي كمان ان الحاجه تبقى نظيفه. زي ما انتم شايفين كنت خلصت كده الدولاب، دولاب الخزين، واتنضف وبقى زي العسل. قلت كده هعمل النهارده غدا تحفه. انا متعوده ان اول الاسبوع بحب اعمل كده حاجه تعمر الدماغ، حاجه دسمه بمعنى اصح. لو عندك لحمه مسلوقه وانت زهقتي منها ومش عارفه تعمليها ايه، يبقى هتسمعي الفيديو ده النهارده. كده باذن الله هنعمل اللحمه دي تحفة، طاجن كده في الفرن يرد الروح. كان عندي لحمة ضاني على لحمة جاموسي، قلت كده هبدأ اعملهم طاجن بصل كده يعمر الدماغ. عايزه اقول لكم انا مش من عشاق الضاني، ما بحبوش قوي، بحسه كده ليه ريحه، مش ريحه زفاره، ريحه الضاني نفسها انا ما بحبهاش. حطيت كده في الطاسه معلقه سمنه، وحطيت اللحمه وبدأت كده اشوح فيها. وهبدأ انزل برشة من الملح، ورشة من الفلفل الاسمر، ورشة من الحبهان. طبعا لو انت حابة تضيفي السبع بهارات توابل اللحمة براحتك، التوابل دي على حسب الحاجة اللي انت عايزاها. وهبدأ اضيف كده بصلتين او 3 او زي ما انت تحبي. كل ما تزودي البصل كل ما كان الطاجن روعة. زي ما انتوا شايفين بدأت كده اقلب لحد ما البصلة اتدبلت معايا. اول لما البصلة اتدبلت معايا كده هبدأ اضيف قرن الفلفل. حابة تضيفي فلفل الوان مش هتقولك لا، حابة تضيفي فلفل حراق برضو الوصفة مش هتقولك لا. لو عندك هريسة شطة وبتحبي الحاجة الحراقة ضيفي كده معلقة، هتديكي ريحة ونكهة وطعم جميل. هشوح كده الفلفل ما بياخدش معايا وقت في التشويح. وهبدأ انزل بكوباية كده ونص من المية. طبعا نسيت اقول لكم ان اللحمة مستوية تماما، يعني مش محتاجة ان انا اديها سوا، انا بس بقلبها وبشوحها علشان تاخد تطعيمة البصلة وتطعيمة الفلفل. هبدأ كده اضيف كوباية ونص من المية واوطي النار خالص لحد ما تبدأ البصلة تتسبك معايا، وتبدأ كده تاخد وتدي مع اللحم بشكل ودي. تمام. تمام. عايزه اقول لكم للامانه، يعني انا الكوبايه ونص دول كانت لسه البصله ما استوتش طبعا، فزودت نص كوبايه تاني من الميه. زي ما انتم شايفين كانت كده البصله استوت معايا. هبدا اخد الطاجن ده وادخله الفرن علشان يتحمر معايا. قلت كده هقطع خيارايه على طماطمايه على قرن فلفل كده، حاجه تفتح النفس. ممكن تعملي جنب الطاجن ده رز بشعرية او رز ابيض وحبة سلطة كده، وهيبقى غدا جميل. احنا بنحب ناكل الطاجن كده من غير اي اضافات، يعني من غير رز من غير اي حاجة، هو حبة سلطة. او ممكن بقطع الطماطم والخيار، او مثلا بجيب مخلل وعيش، وبيبقى طاجن جبار، حاجة كده اللهم بارك تفتح النفس. جربيه، وبعد ما تجربيه قوليلي رأيك في الكومنتات. بس اهم حاجة تبقى اللحمة مستوية، ولما تدخليه الفرن يبقى كل حاجة مستوية علشان يتحمر ويبقى طعمه جميل.
زي ما انتوا شايفين اللحمة دايبة، وبصراحة شكلها يفتح النفس. يعني ايه تعمليه كده وتقولي يا سيدي، تقولي تسلم ايدك يا احلى ست الكل. وان شاء الله باذن الله لو انت حابه في حاجه معينه او وصفه معينه اعملها لك، فاكتبي لي في الكومنتات علشان اعمل لك كل اللي تحبيه. طبعا زي ما انتم شايفين البصل كان مسكر وطعمه حلو قوي، البصله دايبه واللحمه مستويه لدرجه انها دايبه. وكده يبقى الغدا معايا سهل وبسيط، مخدش معايا اي وقت، وفر لي مجهود. هندخل بقى على الحلو. الحلو النهارده حلو بزياده كده. جوزي كده دخل عليا بكيس البطاطا المسكر ده، قال لي كده دلعيني في الجو البرد ده. قلت له النهارده باذن الله هعمل لك احلى بطاطا في الدنيا، اعمل لك بطاطا عمرك كده ما اكلتها. اهم حاجه تغسلي البطاطا كويس، سواء تغسليها بفرشه سواء تغسليها بس اللي هي السبونج بتاعه المواعين، بس تبقى نظيفه. انا طريقتي في غسل البطاطا مختلفه تماما. بجيب البطاطا كده واغسلها تحت ميه جاريه، وبظهر السكينه ببدا ادعكها كويس جدا. يعني لو في الطينه مثلا متكتله اي حاجه مش نظيفه بدعكها بظهر السكينه. ما بحبش اغسلها بالسبونج ولا بالفرشه، هي الطريقة دي هي اللي بتريحني. طبعا اغسلي البطاطا زي ما انت تحبي وزي ما انت عايزة. هقولك النهاردة على كذا طريقة. اول طريقة اللي انا هعملها بيها دي هتسمعيها معايا في الفيديو. الطريقة التانية هتجيبي كيس حراري وتضيفي فيه 3 معالق سكر، وتبدأي تضيفي البطاطا. وبعد ما تضيفي البطاطا هتحطي كيس الحراري في الصينية، وتزودي نص كوباية في الصينية علشان الصينية ما تتحرقش منك. ده لو انتي كنت حابة تعمليها في الكيس الحراري. وطبعا بعد ما تستوي هتبدأي تولعي الشواية عشان تاخد لون معاكي البطاطا. انا النهارده هعملها بطريقه مختلفه شويه، علشان مش دايما كل الناس بيتوفر عندها اكياس حراري. انا كمان في الوقت ده ما عنديش. يا ترى كده هتوقف؟ لا، قلت هعملها بالطريقه دي مع متابعيني واخواتي. يا ريت كل اللي وصل معايا لهنا يحط لي لايك ويكتب لي كومنت كده ويقول لي يا مثل البطاطا، تسلم ايدك على احلى بطاطا يا احلى. كده ابقى خلاص خلصت كده بعد ما نضفتها. ولما كنت الاقي حاجة مش نظيفة او بتطاية يعني ما تعجبنيش، كنت بشيل فيها الجزء اللي مش نظيف. زي ما انتم شايفين البطاطا رخيصة. قوموا كده اعملوا لولادكم حاجة حلوة وحاجة مسكرة. لو ما تحبيش البطاطا المشوية قومي كده اعملي صينية بطاطا بالبشاميل، بتبقى جبارة للناس كده اللي بتحب البطاطا مع البشاميل مع المكسرات، هتعجبكم قوي. يلا بينا كده ندخل على الطريقة بتاعتنا. وعايزة اقول لكم ان انا مولعة البوتاجاز على اعلى درجة عندي في البوتاجاز. اول حاجة عندي صينية هبدأ اضيف فيها ربع كوباية من المية، وابدأ اضيف البطاطا. وهنا كنت بحاول اختار البطاطا اللي حجمها كله قد بعض، يعني مش هختار بطاطا رفيعة مع بطاطا كبيرة علشان كله يستوي في نفس الوقت. وبدأت كده اجيب السكينة وابدأ اعمل فتحات في كل بطاطاية. يعني كنت اعمل ساعة فتحتين او 3، ده كده بيساعد على التسوية وساعد البطاطا ما تبقى مستوية، بيبقى شكلها جبار وشكلها يفتح النفس. طبعا لو انت بتحبي القرفة مع البطاطا هتبدأي تضيفي القرفة، تخلطي القرفة مع السكر وتبدأي تضيفي على البطاطا قرفة وسكر. انا طبعا هعملها كده بالسكر بس. طبعا السكر بيدينا كرملة حلوة قوي للبطاطا. لما تقرب تستوي كده هيبدأ السكر يتكرمل وهيبقى جبار. طبعا هتضيفي السكر على حسب ما انتي ما تحبي. وهجيب ورق الفويل وابدا اغطي كويس كده الصينيه. اهم حاجه تبقى محكمه علشان متاخدش معايا وقت في الفرن. وهبدا ادخلها الفرن على درجه حراره عاليه قوي علشان البطاطا تستوي معايا وما تاخدش وقت. انا البطاطا دي اخدت معايا ربع ساعه، ولو انت عاملاها في كيس الحراري مش هتكملي 10 دقايق زي ما انتوا شايفين. واول ما استوت ولعت عليها الشوايه وكانت تحفة. السكر متكرمل، البطاطا مستوية ودايبة زي ما انتوا شايفين، وطعمها يفتح النفس. اللهم بارك، كانت لذيذة وكانت مسكرة. يا مسكرة يا بطاطس يا مسكرين يا احلى متابعين.
يا رب كده لو وصلتوا معايا لنهاية الفيديو ما تنسونوش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد، وكومنت كده حلو ودعوة منكم حلوة كده ان ربنا يقدرني كده واستمر في القناة، وربنا يكرمني بإذن الله ونبقى أحلى عيلة وأحلى متابعين. أترككم في رعاية الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. بإذن الله نتقابل في فيديو جديد كله طاقة وحماس ونشاط.